ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ستات كتير مننا بتواجه مشكلة كبيرة وهي بتنظف البيت. كل ست بتكون حابة ان بيتها يكون نظيف على طول، وبتحاول بكل مجهودها تعمل كده. بس في ستات بتشتغل فمش بتلاقي وقت ومجهود تعمل كده، او حتى ستات بيت مش بتشتغل بس بتكون محتاجة واحدة تساعدها. اه، بننظف كل يوم ونروق بس فوق الوش، مش التنظيف العميق اللي انتوا عارفينه. فبتبدأ رحلة البحث عن حد يساعدها في البيت، ومش ببالغ اما اقول رحلة بحث. فعلا دلوقتي بقى من الصعب اننا نلاقي حد امين ونظيف، عكس زمان. امهاتنا كانت على طول بتتعامل مع واحدة بتكون معاها وفهماها، وفاهمين طبع بعض. كلامنا مش في العموم، اكيد في ناس امينة ومحترمة. تعالوا نشوف قصتنا النهاردة. يلا نبتدي ونقول بسم الله. والله تعبت يا نادية، ما بقتش عارفة أعمل إيه. شغل البيت كتير عليا وما بقتش ملاحقة عليه، ومش عارفة أعمل إيه ولا إيه. ومين سمعك يا نهى؟ من ساعة ما هدى حصل لها الحادثة دي وإحنا بصراحة محتاسين. ما كنتش بشيل هم لتنظيف البيت خالص، لكن دلوقتي ما بقتش عارفة أعمل إيه أنا كمان. على رأيك، الله يمسيكي بالخير يا هدى. ما كنتش بشيل هم لأي حاجة. طب هنعمل ايه؟ لازم نتصرف. على العموم انا كلمت ناس كتير، واهو بكرة الصبح هتيجي واحدة. يا رب تكون كويسة. يا رب يا نهى، خلاص شوفيها كده ولو تمام تجيلي انا كمان. تاني يوم الصبح صحيت بدري وقعدت استنى الست، وبعد شوية لقيت الباب بيخبط. فتحت لقيتها هي وقالت لي: صباح الخير، حضرتك مدام نهى؟ صباح النور. ايوه انا. انت ام عادل صح؟ ايوه انا. اتأخرتي ليه؟ مدام مروة قايلالي انك هتيجي على الساعة 8 ودلوقتي الساعة 10:30. معلش بقى، عشان اول مرة بس. تمام. طيب يلا انا هعرفك على نظام الشقة ايه وايه اللي تعمليه الاول، وهعرفك على مكان كل حاجة. بس اهم حاجة عندي الامانة والنظافة. طبعا انا فاهمة النظام ده، انا من وانا بنت كنت بشتغل مع امي. ما تحمليش هم خالص. انا هخليلك الشقة دي فلة كده شمعة منورة. بصراحة بقى أنا استريحت لها، وما صدقت عملت فنجان القهوة بتاعي وقلت أقعد في البلكونة شوية أريح دماغي. وبعد ما خلصت قلت أقوم أشوف أم عادل دي وصلت لفين. وفجأة دخلت لقيت الصالة مقلوبة وكل حاجة على بعضها. قلت لها: إيه ده؟ إيه يا أم عادل ده؟ انتي قلبة الدنيا كده ليه ولسه ما خلصتيش؟ ما تقلقيش يا ست هان، انا هوضب كل حاجة، بس قلت اعمل اوضة الولاد الاول وبعد كده ارجع للصلاة تاني. يعني انتي قلبتي الصالة وهتسيبيها كده وتروحي تعملي اوضة الولاد؟ لا ما ينفعش طبعا. انا قلتلك الترتيب اللي انا عايزاه. من فضلك خلصي الصالة وبعدين ادخلي على المطبخ وشهلي شوية. حاضر من عينيا، ما تحمليش هم، كله هيبقى تمام. وما اقولكوش بقى، الساعة بقت 5 وهي لسه في الصالة. ومحدش يقولي اصلها عندها ضمير وبتعمل بالراحة. لا ابدا، الموضوع وما فيه انها بتروق 10 دقايق وتتكلم في التليفون ساعة وتغني ساعتين وتريح 3. بجد حاجة صعبة جدا. ما بقتش قادرة اتحمل الوضع، صعب قوي. حاولت معاها كتير، شوية اتكلم معاها بالراحة وشوية زعق، مفيش فايدة. وفي الآخر عملت الصلاة وأوضة الولاد وأي كلام، مش التنظيف اللي انتوا عارفينه. والساعة بقت 5:30 لقيتها بتقولي: معلش بقى يا مدام نهى، أنا كده خلصت النهاردة، نكمل بكرة إن شاء الله. إزاي يعني؟ أنا متعودة أعمل الشقة على مرة واحدة، مش بخليها يومين ورا بعض. معلش بقى، اصل الوقت اتأخر، وبصراحة
شقتك صعبة وكبيرة وعايزة شغل كتير، فنكمل بكرة. بجد اتضايقت قوي، وخصوصا ان جوزي على وصول والولاد جم وقاعدين في اوضتهم، فقلت لها ماشي واديتها جزء من حسابها. ما هي ما عملتش كله. لقيتها بتقول لي: ايه ده؟ مش ده المبلغ اللي انا متفقة عليه مع مدام مروة؟ ايوه، ما انا عارفة انت ما كملتيش الشقة. اما تيجي بكرة وتكملي هديكي بقية حسابك. لا اسفة، ما ينفعش. انا اشتغلت يبقى لازم اخد حسابي كامل. ايوه، ما انا هديهولك، بس انت ما كملتيش شغلك. ده مش ذنبي ومش مشكلتي، انا اشتغلت يبقى تحاسبيني. يا ستي افهمي، ما انا اديتك جزء والباقي بكره. لا، حضرتك فاهمه غلط. انا اشتغلت يوم يبقى اخد اجري كامل، واما اجي لحضرتك بكره يبقى ده يوم جديد بحساب جديد. نعم؟ ازاي يعني؟ ده في عرف مين ان شاء الله؟ يعني انت لو خلصتي لي الشقه على 3 مرات يبقى ادفعلك 3 مرات؟ ازاي يعني؟ هو ده نظامي يا مدام. لا اسفه، وانا ما ينفعنيش نظامك ده. واتفضلي، ده حساب اللي انت اشتغلتي بيه النهارده، ومتشكره على خدماتك. طبعا قعدت تزعق وتهلل وتعلي في صوتها ومش عاجبها، بس انا ما دفعت الزياده. وكلمت طبعا مروه وعاتبتها، ووعدتني انها هتبعت لي واحده تانية بكره. طبعا انا وافقت عشان الشقه ملخبطه خالص، كانها ما عملتش اي حاجه. وقلت استنى اما اشوف بكره ايه اللي هيحصل. يا عيني يا نهى، انا حاسه بمعاناتك، عشان دي بتحصل كتير مع ستات كتير. معاناة كل ست. بس اما نشوف ايه اللي هيحصل بكره. يا رب مروه صاحبتك تصدق وتبعتلك واحده كويسه. استنوا معانا بكره لما نشوف ايه اللي هيحصل.